السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم هذه الغريبه اللي كتجي رائعه في المنظر وكتجي مشقه وهشيشه خفيفه بزاف ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. اللي كيشوف القناه لاول مره ما ينساش يشترك فيها. بلا ما نزيد نطول عليكم، مشيو شوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله. هنا في الاناء وضعت رشه من الملح. غادي نزيد عليها هنايا 125 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، وكاس ديال سكر حبيبات، وكيس من سكر فاني. صافي غادي نخدم هاد العناصر كلها مع بعضياتها حتى يذوب داك السكر مزيان مع الزبده. انا استعملت هنايا الزبده ديال البواطه، يمكن لكم تستعملوا المارغرين ماشي مشكل. صافي غادي نزيد عليهم هنايا كاس ديال الزيت نباتيه ونخلط مزيان حتى كنتحصل على واحد الخليط كريمي. هنايا السكر شويه كان عندي غليظ، فعلى داكشي خدمت المكونات شويه مزيان. فإلا كان السكر عادي يعني غير خدموا الخليط ديالكم حتى كيولي كريمي وحبسوا. وغادي نضيف عليهم هنايا 2 حبات ديال البيض اللي يكونوا بحراره المطبخ. هنايا الحبات شويه راهم عندي كبار، الا استعملتوا الحبات شويه صغار فضيفوا 3 الحبات ديال البيض. صافي غادي نخلط العناصر مزيان حتى كنتحصل على خليط اللي كيكون كريمي، وكيندمجوا كيندمجوا العناصر مع بعضياتهم. هنا غادي نزيد عليهم كأس ديال الكوك او جوز الهند اللي كيكون هكا ميدم. انا خديت من داك الرقيق. صافي وندخلو مزيان هنا في العناصر مزيان. يمكن لكم تعوضوا الكوك بالكاوكاو مهرمش او اللوز مهرمش او كذلك الجنجلة مطحون. فاللي ما كيفضلش يعني الكوك يمكن ليه يعوضوا بهاد المكونات. غادي نبقى نضيف هنا الدقيق بالتدريج، وغادي نزيد عليهم هنايا 2 اكياس من خميرات الحلويات اللي الوزن ديالهم 7 غرام. صافي وندمج المكونات. هنايا العجين دائما ما كندلكوش، كنجمعوه برؤوس الاصابع. فتقريبا هنايا الدقيق زاد ليا 500 غرام. فدائما كنقول لكم الدقيق عينكم ميزانكم. ملي كتبدا تجمع العجينه كنبقاو نضيفو غير بالتدريج حتى كنتحصلوا على القوام المطلوب. ودائما ديروا بعين الاعتبار الكوك راه يعني من بعد ما كتنجمعوا العجينه راه كيرجع ينشف العجينه. فخليو العجين ديالكم شويه مرخوف، وما تخليوش عاوتاني مرخوف بزاف باش ما تسيحش لكم الغريبه في الفرن. صافي كتبقى هكا تجمع العجين، فنبقى نضيف هكا غير برؤوس الاصابع، او خذوا واحد الملعقه وتبقاو تضيفوا بشويه. صافي هذا هو القوام ديال العجين كما لاحظتوا معايا كيكون على هذا الشكل. خديت هنا صينيه ديال الفرن وغنبدا نشكلها هنايا الكويرات. هنا بالنسبه للوزن ديال الحبات فدرت فيهم 28 غرام. انا كندير غير عيني ميزاني فضابطه هكا ضابطه القياس ديال الغريبات.
هنا حاولت أنني نبسطهم واحد شوية باش ما يجيوناش هكا مقبين من الفوق ملي كيتشقوا. وفي هاد الأثناء راه غادي نشعل الفرن وكنخليه حتى كيسخن مزيان. أنا كنشعل من الفوق ومن التحت، فضروري الغريبات الفرن يكون مسخن مزيان باش كيساعد الحلوى ديالنا كتشقق وكتجينا يعني مشقة مزيان. صافي هنايا خديت واحد الحبة ديال البيض كاملة وضفت ليها هنايا معلقة صغيرة ديال قهوة سريعة الذوبان وخلطتها مزيان هنايا بما كملت التشكيل ديال الكويرات، ورجعت عاوتاني خلطتها من بعد حيت باش نخليو القهوة كتطلق مزيان مع البيض باش ما كتبقاش محبة. صافي وخديت هنايا واحد آه، كيفات لي سميتها هكا فورشات او شيته، وبديت كندهن هكا من الفوق. كنحاول انني ندهن غير الوجه ديالها، ما كنحاولش انني ننزلو من الاسفل، غير من الوجه هكا. من الاحسن تكون فورشات اللي تكون صغيره. وضعت هكا حبات ديال اللوز من الفوق، كنحاول انني نضغط مزيان باش يدخلوا هكا في الحلوى. صافي ونستمر بنفس الطريقه. هنا اللي ما كانش متواجد اللوز فيمكن لكم تضيفوا غير ديروا غير الكاوكاو اللي كيكون هذاك الصغيور اللي كيكون بالقشره. صافي والفرن كيكون مسخن من قبل، كنشعل عليه من الفوق ومن الاسفل، فكندخل لاطا في الوسط حتى كتشقق وكنخليها كنطفي يعني ملي كتشقق كنطفي عليها. ملي كتحمر من الفوق وكتشقق كنطفي عليها من الفوق وكنخليها حتى كتحمر من الاسفل، عاد كنخرج الحلوى ديالي. هنايا الا كان عندكم الفرن كيشعل من الاسفل فوضعوا اللاطا ديالكم لتحت والنار كتكون على الوجه حتى كتشقق الغريبه مزيان وكتاخذ واحد اللون احمر او مذهب، وكنطلعوها الفوق تكمل الطياب ديالها وكتذهب من الاسفل وكنخرجوها. هنايا الا كنتو يعني تخافوا الحلوى ديالكم يعني تحمر اكثر من القياس في الوسط، فتبقاو تدوروا اللاطه باش كتاخذ واحد اللون مذهب وموحد. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه اللي حضرت معكم هذا النهار. كتجي صراحه لذيذه وعجبتني بزاف صراحه هذه الغريبه. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. كتجي هشيشه وخفيفه بزاف. كنشكركم دائما على المشاهده والمتابعه. نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله. خليت لكم راحه بصحه وراحه ومع السلامه.